عبد القادر لاعب النادي الاهلي، واضح جدا من الفتره الاخيره ان خلاص العلاقه بينه وبين الاهلي تكاد تكون انتهت، وصلت لطريق مسدود، والراجل مش عايز يكمل في النادي الاهلي. فايه المشكله ان اداره الزمالك تتفاوض مع النادي الاهلي وتتعاقد مع عبد القادر بالثمن المعقول اللي هو يساويه؟ انا شايف ان دي فرصه كويسه عشان نوضح العلاقات الكويسه ما بين اداره الاهلي واداره الزمالك. من حقك تتنافس، لكن اللاعب مش عايزك. طب ما يروح الزمالك بدل ما يروح النادي التركي ويرجع على الزمالك والحركات اللي بتحصل دي. لا، يجي مباشره على نادي الزمالك عن طريق مفاوضات مباشره ما بين نادي الزمالك والنادي الاهلي. واي لاعب في الاهلي او في الزمالك مش مرتاح في المكان اللي هو فيه، مفيهاش مشكله ان اداره النادي التاني تتفاوض معاه وتتعاقد معاه بطريقه مظبوطه بدون اي لف ولا دوران.